السلام عليكم، كما العادة جبتكم واحد الفيديو خفيف وظريف. ان شاء الله يعجبكم. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وصحة جيدة. هذا عسل منزلي، كاين بزاف حلويات يقول لك حبيت ندير عسل منزلي يجي لي متحجر، يجي لي خفيف. هذا الوصفة مضمونة تاع الزمان تاع الزمان، يعني ان شاء الله تنجح معاك، ولا ويعني لأول تجربة تنجح معاك، غير جربيه وما تخافيش. عندي ذوقين، ذوق الليمون وهذا ذوق نجمة الأرض والقرنفل. كل عسل لكل ذوق له ميزة في الذوق، له يعني استعمال خاص. واش عندي 4 ملاعق تاع سكر، وعندي كيلة تاع سكر، وعندي نص كيلة تاع الماء وشرائح تاع الليمون. ناخد هاد الكيلة تاع السكر، نديرها في كسرونة تكون ثقيلة مع النص كيلة تاع الماء، نحرك هاد السكر حتى يذوب. لازم يذوب قبل ما ديريه فوق النار، باش لو كديريه هكا فوق النار تتحجر لك. هذا هو السبب اللي يتحجر لك العسل. لازم تحركيه قبل ما يكون فوق النار حتى يذوب هذاك السكر. نزيد عليه شرائح الليمون ونديرو فوق النار تكون هادئة، النار تكون هادئة لمدة 10 دقائق، غير ياخد الغلية نطفي عليه. نروحو للمرحلة الثانية. المرحلة الثانية ناخد هاديك 4 ملاعق تاع السكر، نديرهم في كاسرونة تاني تكون تقيلة فوق النار حتى يذوب، حتى يذوب. وانتي تتحكمي في اللون، حبيتي لون ذهبي، عسلي، أحمر. كي يذوب السكر وخذ اللون اللي المرغوب فيه، زيدي هذاك الخليط اللي درناه في المرحلة الأولى، أي السكر مع الماء مع الليمون، نخلطهم فيما بعض ونخليهم لمدة 3 إلى 4 دقائق حتى يتجانس هذاك الخليط، يذوب كامل هذاك العسل، يتجانس فيما بينهم، وخذ اللون اللي حبيتيه، وخليه ل3 دقائق فوق النار هادئة مع التحريك أكيد. بعد ما يتجانس كامل الخليط خليه حتى يبرد باش تستعمليه. باسكو في مجال الحلويات هناك ديكو تاع العسل نخدم، خاصة كي تخدميه في الدار بنجمة الأرض ولا بالقرنفل ولا بالليمون. هناك يعني إن شاء الله نقدم لكم أنواع تاع العسل واش يصلح واش نوع الحلويات. الفيديوهات المقبلة إن شاء الله واش نقول لكم. نتمنى هذه الوصفة تجربوها وتعجبكم. إلى وصفة المقبلة، السلام عليكم.